السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ بحبكم كتير ووحشتوني كتير كتير. النهاردة ان شاء الله نعمل وصفة حلوة جدا جدا. عايزة اقول لكم مكلفة وبنشتريها بالغالي، وهي سهلة وبسيطة ومفيهاش اي حاجة. هنعمل مع بعض فانيليا البرتقال، وكمان هنعمل قصنص البرتقال. عارفين مش برطمان، والله دي بتبقى ازازة كده صغيرة وبتبقى بمبلغ. ليه؟ عشان ده اسانس البرتقال. طب ما احنا هنعمله بقى في البيت وبرتقال طبيعي وحاجه كده عظمه. وطريقتها سهله جدا. عايزه اقول لكم الكيس بيتباع ب3 جنيه، وكمان والله بيتباع ب3.5. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. وكمان هقول لكم البشر اللي انا طلعته استخدمت له كميه برتقال قد ايه. انا جبت 2 كيلو ونص برتقال، واي نوع برتقال مفيش نوع معين. بغسله بقى كويس جدا جدا، وكمان بحب ان انا اغسله بالفرشة اللي هي بتاعة الخضار. لو في بقى اي تراب اي طين اي حاجة بتطلعها كده وبتخليها قشطة فلة زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بحطه في طبق وعليه شوية خل. وبحط بقى البرتقال فيه. المية بتكون مغطية البرتقال. انا بحب لما اجي استخدم بشر البرتقال انقعه الاول في الخل عشان لو في اي حاجة او كده يعني يبقى امن. انا بحب كده. وده كده البرتقال خلاص بقى بعد ما غسلته ونقعته في المية بالخل. في طريقتين الناس بتنشف بها البرتقال. اول طريقة بيجيبوا كده المقشرة بتاعة البطاطس او سكينة، ويبتدوا بصوا ياخدوا البشر بس، بتاخد البشر بس من غير الطبقة البيضة، لان الطبقة البيضة ديت بيبقى فيها نسبة مرارة فمش هتبقى حلوة معاكي الفانيليا. انا بقى الطريقة اللي انا بفضلها وبتكون اسهل واسرع، بجيب المبشرة اللي هي بتاعة البصل. كلنا عندنا المبشرة دي، مفيش بيت ما عندوش المبشرة دي، بس مش من الناحية الواسعة، بصوا من الناحية الضيقة. هعمل ايه؟ هبتدي ان انا ابشر البرتقال، وبرضه ما بوصلش للطبقة البيضاء. انا باخد بس البشر اللي هو بتاع البرتقال اللي لونه برتقاني. الطريقة دي يا جماعة سهلة جدا جدا وسريعة. لما نيجي ننشف البرتقال التانية برضو صح، بس بتاخد وقت شوية. يعني لو كنت هتحمصيه في الفرن بتاخد وقت شوية، او لو هتسيبيه في الشمس برضو بتاخد وقت، لكن الطريقة دي سهلة وسريعة. بشرتي كده البرتقانة، وبوريكم بس ان انا خدت الطبقة اللي هي اللي فوق اللي هي البرتقاني بس، ما خدتش الطبقة البيضة خالص. بعد كده بنقشرها عادي بقى بتتاكل وما فيهاش اي حاجة. عملت كل الكمية كده بنفس الطريقة. عايزة اقول لكم ان الكمية ما شاء الله طلعت لي شوية بشر برتقال حلوين. يعني 2 كيلو ونص حلوين جدا. هاتي 2 كيلو ونص برتقال وابتدي ان انت تعملوه. بعد كده بقى احط كل الكمية على بعض. بس عايزه اقول لكم ان انا كنت المفروض احط الكميه الصغيره على الكميه الكبيره. مش عارفه ليه انا غلبت نفسي، حسيت ان انا الذكاء عندي عدى شويه. المهم، بصوا انا خلاص كده دي كده كميه قشر البرتقال. بعد كده هاخد بقى صينيه عادي مش دهناها ولا اي حاجه. هبتدي ان انا ارص عليها بشر البرتقال. بس اهم حاجه ما تسيبوش كده فوق بعضه عشان لما يجي ينشف ينشف كويس، ما يبقاش جزء نشف معايا جزء لا. انا بوريكم الحته اللي انا قشرتها من المبشره او القشاره برضو ما رميتهاش. مفيش حاجه بتترمي يا جماعه في المطبخ والله. بعد كده بقى بفرده كويس كده جدا، واشغل الفرن على اهدى درجة. يعني بصوا 100، انا شغلته على 125 وسبته لمدة 10 دقايق تقريبا. بس انت كل شوية كده تشوفيه وتقلبيه عشان ما يتحرقش. انا مش عايزاه يتحرق لان لو اتحرق معاكي هيمرر ولونه مش هيكون حلو. فهي 125 درجة كده، درجة هادية جدا جدا. مش عايزة تحطيه في الفرن، ممكن تحطيه في الشمس بس الفرن اسرع. يعني عايزة اقولكوا 10 دقايق وكان ما شاء الله نشف معايا. نشف معايا كده بشر البرتقال، وبأكد عليكم النار هادية جدا 125 درجة. هو خد معايا 10 دقايق، وكنت كل دقيقتين تلاتة ببتدي ان انا اقلب. بتحسيه كده لقيتيه لسه طري، لا سيبيه شوية تاني. لقيتيه نشف معاكي خلاص طلعيه. بعد كده بسيبه يبرد. اوعوا تعلوا على النار يا جماعة هيتحرق. حطيت بقى نص الكمية كده في المطحنة وضربته كويس جدا لحد ما ناعم معايا. عايزة اقولك ان هو ينعم معاكي على طول، لان بشر البرتقال ناعم جدا وناشف، فهتلاقوه اتطحن معاكوا على طول. بعد ما بنضربه لونه كده بيفتح زي ما احنا ما شايفين. طريقة سهلة جدا. عايزة اقولكم ما شاء الله ريحته حلوة جدا جدا. ودي بقى الفانيليا الأصلية، غير كمان اللي احنا بنشتريها الأكياس. بصوا بقى عامل معايا بودرة ازاي، وريحته بسم الله ما شاء الله بقى برتقال في برتقال. هنعمل ايه بقى؟ الخطوه اللي جايه برضو مهمه جدا. ده كده كل الكميه اللي طلعت لي ما شاء الله على فكره كميه حلوه جدا. بجيب بقى المنخل وابتدي ان انا انخله، وهاخد البودره هينزل لي بقى اللي هو ناعم جدا. والشويه اللي هم ما اتطحنوش كويس كده خشنين هقول لكم هنعمل ايه. شايفين والله زي اللي كاسر بنجيبها بالظبط. عايزه اقول لكم كمان ان دي احلى وانضف بكتير ومركزه جدا. بعد ما نخلت كده بودرة البرتقال، عايزة اقول لكم الجزء اللي هو الخشن اللي في المنخل ده انا حطيته في طبق واقول لكم هنعمل بيه ايه.
وده الجزء الناعم اللي احنا نعمل منه فانيليا البرتقال. عايزه اقول لكم ريحته حلوه جدا جدا وناعم زي اللي بنجيبه من بره كده بالظبط، وده كمان احلى لان ده مركز. هم عاملين معايا تقريبا 5 معالق كبار. هحط عليهم 3 معالق كبار من السكر الحبيبات، مش بودرة ولا اي حاجة. طبعا لو حطيتي معلقتين حطيتي 4 معالق الوصفة يعني مش هتبوظ ولا اي حاجة، عادي جدا. بقلبهم بقى كده وهم كده جاهزين معايا. بنستخدمهم في ايه؟ في كيك، في بسكوت، ممكن تحطيه في شربات، اي وصفة. عايزة فانيليا برتقال او فانيليا عادية ممكن تستخدميها وبتكون حلوة جدا. بنحطها بقى ببرطمان وبنقفله كويس وبنحفظه في التلاجة، وانا هستخدمه معاكم ان شاء الله. بالنسبة بقى للطبق التاني اللي فيه شوية الخشنين، احط عليهم تقريبا ربع كوباية زيت، زيت عباد او زيت ذرة، ما ينفعش زيت زيتون. بعد كده بقلبهم وبحطهم كده في حاجة وبسخنهم. لازم يسخنوا علشان الزيوت العطرية اللي بتبقى موجودة في بشر البرتقال كده تنزل، وهتلاقوا لون الزيت كده بقى لونه اصفر، بقى تحفة. خلاص كده سخنته وهسيبه لحد ما يبرد تماما. بعد كده بصفيه وبعبيه بقى في ازايز صغيرة كده على حسب الكمية اللي انت عايزاها. بالنسبة لبشر البرتقال اللي احنا عملناه كده خلاص بقى حولناه فانيليا برتقال، تستخدمي في الكيكات، البسكوت، زي ما قلت لكم اي حاجة. واسانس البرتقال هنستخدمه في ايه؟ هنستخدمه في الكيك، هنستخدمه في بسكوت العيد ان شاء الله هعمله معاكم. بيكون حلو جدا جدا جدا. شايفين لونه عامل ازاي؟ عايزه لكم الازازه دي بره بتتباع بمبلغ وقدره، عملناها في البيت واستغلينا بشر البرتقال في كل حاجه، الناعم والخشن. بصوا ما رحمناهوش. طريقة سهلة وبسيطة، أتمنى انتوا تجربوها. لو بتشوفوا قناتي لأول مرة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني إشعار بكل فيديو أنا بنزله. وما تنسوش يا حبايب قلبي تعملوا لايك للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.